السلام عليكم. في هذه الحلقه غادي نشوفوا بلي صابر غيدخل للسجن بسبب الوفاه ديال لاميس، لانها لقاو عنده المسدس وغادي تلصق فيه قضيه. وكيف ما العاده لقيت ليه هو في المحنه، غادي تكون منار فرحانه هي والوليدات والزوج ديالها. وغادي نشوفوا نادر اللي غادي يصدم كاع الخدامه اللي عنده من بعد ما غادي يفيق وغيكون عارفينه بانه في غيبوبه. غادي تكون واحد الحلقه رائعه وفي نفس الوقت محزنه. في البدايه غادي نشوفوا ريم جالسه في الوطيل، غيجيب ليها ساجد الماكله وغادي تقول له ما بغيتش. قال لها مهمه لالا، انا نخلي لك القهوه هنايا من تبغي شربيها. غادي يبغي يهز واحد البيبغ طايحه في الارض، وغادي يلقاو واحد الجهاز تاع التصنت اللي دايرينو الريم كيتصنتوا عليها. ما بغاش يحيدو، ما بغاش يتحرك، ما بغى يقول ريم حتى شي حاجه. تيتشاور مع منير اللي كان جالس هو وجواد كيقول له مادام منار باغا تهرب من صابر وتمشي ممكن تبلغ الشرطه، وحنا ماشي في الصالح ديالنا تبلغ الشرطه. الا بلغت الشرطه غادي يفيق واحد الجمل اللي كان ناعس، غادي يفيق واحد المشاكل كبيره غادي تنوض علينا. قال ليه منير اذا سيدي شنو هو الحل؟ بقيت اللي كانوا يقولوا الحل صونعوا التليفون، وقالوا ليه باللي لقينا جهاز تصنت في عند ريم. هنا قال ليه جواد صافي قول ليه خليوهم ما دير حتى شي حاجه، يلا وجد الرجال غادي نمشي عند ريم دابا. غادي يكون واحد الخطه رائعه غيديرها. من بعد ما قال المنير هز كاع الحراسه من الدار ديال الجبل على صابر. غادي نشوفوا خديجه اللي هازه الكورميطه مشات عند الذهيبي، بغات تاكد واش داك الالماز حقيقي ولا لا، ولكن غادي يكون غير فارسو غير دجاج. وهنا خديجه غادي تفرح وغادي ترجع للدار. هنا غادي نشوفوا باللي سي صابر جالس كيصايب الحلوه هو والوليدات ديالو، وغتجي عندو منار. قالت لهم شنو كديروا؟ قال لها كنصايبوا الحلوه. المهم بقات تيطلبوها الوليدات باش تعاونهم شويه، بغاو يخرجوا للجرده. قالت لهم واخا صافي تقدروا تخرجوا. غادي نشوفوا خديجه اللي جايه وهي فرحانه لانها ثقت بكلام بنتها وعرفت بلي شيرين ما كذبتش عليها. المهم دخلت قالت لها ماما فين كنتي؟ قالت لها هكا الكورميطه ديالك انا تاكدت لقيتها غير فالصو، سمحي لي بنتي منين ما تيقتكش. شيرين غادي تصدم لانها كانت عارفه حقيقيه 100%، ولكن هي ما فراساش باللي الشريره اللي معاها دخلت ليها البيت ديالها وقلبات وهزت ديك الكورميطه وداتها لواحد الذهيبي الصديق ديالها حتى هو نصاب بحالها. دار ليها وحده فارسو كتشبه ليها باش هكا شيرين تصحابها هي، وهي غادي تاخذ الحقيقيه. شيرين بقات غير مصدومه، قالت كيفاش مستحيل جواد يعطيني شي حاجه فالصو. صافي غادي تمشي عند الام ديالها تعتذر منها. قالت لها بنتي حقاش ما سمحي لي، حقاش كذبتك وما ثقتش بيك، كانت تبان لي بانها حقيقيه ولكن طلعت غير دجاج فالصو. شيرين بقى خرج لها عينيها وخرج لها العقل ديالها، قالت كيفاش هادشي ما يمكنش جواد يعطيها لي فالصو. وغادي نشوفوا هنا الشرطه غيدقوا على حسن. قال له واش انت حسن، واش كاين ولدك عارف؟ غيعيط ليهم وغيمشيو يحل لهم القهوه. غادي يتاكدوا واش هو القاتل ولا لا. غيدخلوا وغادي يديروا الخدمه ديالهم، غيفتشوا القهوه كامله. وهنا غادي نشوفوا جيداء اللي بقات تقول شنو واقع علاش كيقلبوا، وغادي يوقعوا المسدس. وغادي تكون هذيك هي الصدمه القويه بالنسبه لصابر العارف وبالنسبه لجيداء. داتو الشرطه وتابعه جيداء تقول لهم عافاكم لما تاكدوا راه هادشي اللي كديروا ما منوش، حنا اللي كنا حاضرين الوفاه ديال الصديقه ديالنا. صافي غادي نشوفوا في نفس الوقت منار كانت فرحانه هي والوليدات ديالها كيلعبوا مع داك الحيوان اللي عندهم، وكانوا فرحانين كيف ما كانت فرحانه وهي ما على بالهاش باللي صديقه ديالها توفات. وغادي نشوفوا باللي صابر غادي يجي عنده الحارس الشخصي وغيقول له السي صابر حنا غادي نهزوا الحراسه من البيت. قال له علاش؟ قال ليه السي جواد هو اللي امرنا بهذا الشيء، قال لي غادي نعطيك الدوبل ديالو، عافاك غير ما تخليناش وتمشي، سير قول الرجال يبقاو. صافي غيقول منار راني حليت الموضوع ولكن ما غاديش يدير كلمته، غادي يهز الرجال ديالو غادي يمشيو ويهربوا. غيتبعهم صابر تيقول لهم حبسوا ما تمشيوش، اش هادشي كديروا فيه، حنا راه معنا دراري صغار ما تغامروش بيهم. ولكن هما غادي يمشيو ما غاديش يتسوقوا. غادي نشوفوا باللي جواد جا عند الابنه ديالو من بعد ما عرف الكاميرا كاينه جهاز التصنت كاين عندها في الاوتيل. قالت له بابا اش هاد المجيه؟ قالت وحش بنتي بغيت نشوفها. قالت له انت ما كتجيش عندي الا كان شي حاجه ديال السيكوريتي، ماشي قلت لك ما مهتمش بيا، انا عارفك مهتم بيا، شكرا بابا. غادي يكون نادر كيتسنى الجهاز التصنت لانه 24 ساعه على 24 ساعه كيتصنت ليهم. وهنا واد غادي يعطيه هذاك الشيء اللي باغي يسمع، عارف وكيتصنت. قال ليها قالت له واش عندك شي خبر على صابر؟ قال لها ما عندنا ما نديرو لا بصابر لا بالخبر ديالو، يجلس في الدار اللي في الجبل اللي فلان في المدينه فلان فلاني، يجلس هو ومراته مرتاحين. قال لها صافي الله يهني سعيد بسعيده.
هنايا غادي يسمعوا باللي فين كاين صابر، وغادي يفرح نادر وغيمشي قدام الابن ديالو في التصويره ديالو، غادي يفرح زعما واخيرا غادي ينتقم من الروح ديال ولده. غادي نشوفوا صابر اللي كان تيحاول يعيط للجواد ولكن ما كيجاوبوش، وغيعيط لمنير ومنير حتى هو ما غاديش يجاوبو. هنا غتجي السيده اللي مكلفه بالميناج اللي كانت دارت جهه الساسانوس. هنا بطبيعه الحال عاقوا بها وداروا راسهم خاوي. قال لها انت دخلي وجمعي مزيان وعافاك ما تنسيش الكيسان وعافاك ما تنسيش بزاف د الحوايج بقى كيوصيها. هنا يعاود صابر عيط لمنير. هنا منير غيجاوبو قال له شنو هادشي اللي درتي، علاش حيدتي رجال الحراسه؟ قال له انا ما عندي ما ندير غير سمح لي، انا غير عبد المأمور. قال له شوف انا نعطيه الدوبل ديال الفلوس غير رجع الحراسه، ولكن هو غيقطع عليه. غادي يحاول يتصل، قال لها شوفي الا كان هو جواد خبيث انا غادي نتصل بريم. حقا غادي يتصل بريم ولكن ريم ما غاديش تجاوبو. شافتو كيتصل وميكس عليه ومشات لان الضر ديالها اكثر من هادشي كامل. غادي نشوفوا بلي عارف غادي في لومبيلونس ديال البوليس هو والاب ديالو وصحابو، وغادي يوصلوا للمقر ديال الشرطه وغادي يهبطوا. وطبيعه الحال غادي نشوفوا بلي السي نادر كيوجد الحاله ديالو من بعد ما كان كلشي عارفو غيبوبه. دابا غيجي الوقت اللي غادي ينتقم من الروح ديال الابن ديالو. غادي يبقى يتفكروا هو كيلبس شويه، غادي يهبط من الدروج وغادي تشوفوا الخدامات ديالو غادي يتصدموا لانه كان عارفينه في غيبوبه ميت، ودابا ها هو فايق. شنو واقع؟ صافي بقاو معجبين. قالت لها هذا ماشي هو اللي كان غيبوبه؟ قالت لها قالت لها كيفاش دابا فايق؟ قالت لها والله ما تفهمي شي حاجه. غادي يخرج وغادي يكون واحد السيكوريتي حتى هو بقى كيشوف فيه هو مصدوم لانه كان عارفو غيبوبه ما كيتحركش. غادي يخرج قدام الباب وغادي يتنفس الهواء النقي من بعد مده طويله ديال الوفاه ديال الابن ديالو. كاع الناس اللي عنده كيديروا الميناج بقاو معجبين فيه وكيشوفوا فيه. صافي هو غادي يركب في الطوموبيله ديالو باش هكا غادي يقدروا يتحركوا البلاصه فين كاين صابر ومنار باش هكا يقدر ينتقم من الروح الابن ديالو. غتجي شيرين قالت لها شنو واقع ماما؟ عفوا شيرين قالت لها غادي نمشيو للشرطه، عارف شدوا البوليس. قالت لي علاش شنو دار دابا؟ قالت لها وقيلا لقاو عدوا المسدس باش الناس لاميس. قالت لها ها انت؟ قالت لها قال لها بابا ها حنا كنا حاضرين كل شيء، كيفاش ديري هكا شتي هادشي اللي كتعرفي غير تهضري في عباد الله وتطعني لهم في الظهر ديالهم؟ خرجي عليا من البيت. خرجت وغادي يقول لها هاد البنت عندك ما عرفتهاش منين شدها. صافي هنا منار قالت ليه واش الامر عادي؟ قال لها معليش ما تخافيش واخا مشى السيكوريتي هو غير بغى يلوي ليا اليدين ديالي زعما بلا بيه راه ما كنسوى حتى شي حاجه، ولكن غير كوني هانيه ملي كان هو يا خبيث راه ما يقدرش يدير شي حاجه لانه يخاف من البنت وريم وغير تهدني. دابا انا غادي نمشي نجيب هذاك الشيء اللي ناقص الدار. قالت له لا بلا ما تخرج. قال لها لا ما تخافيش غادي نجيب هذاك الشيء اللي ناقص وغادي نجي. غادي نشوفوا هنا نادر غادي متوجه للبلاصه فين كاين صابر ومنار، وهنا غادي يجبد واحد المسدس باش غادي يقتلو. قال ليه ما يستاهلش شي يموت بهذا الكابوس الزوين. غادي نشوفوا هنا خديجه وعمر وجيداء مشاو عند البوليسي تيقولوا لي شوف حنا غنضمنوك وغير خرجوا، حنا راه كنا حاضرين لكل شيء، راه ما كاينه حتى شي حاجه من داكشي اللي في بالك. قال ليه البوليسي شوف اسيدي كون كان غادي يخطب غنقول لكم انت تامنوا، كون كان جاي يهز قرض ولا كريدي غادي نقول لك امنوا. هذه راه مساله روح، راه انسانه مشات يعني ما غاديش القضيه فيها التامين. ما تبرزطونيش الله يخليكم. ولكن هو كيهضر في الشرق وهما كيهضروا في الغرب، عصبوه سخنوا ليه راسو. واحد حسن بقى كيهضر وخديجه بقات غير كتهضر وتيقول ما عرفتش شنو غادي ديروا نتوما كاملين غادي تخرجوا عليا من هنايا دابا قبل ما انا نخرج ونخليكم في هذا المكتب. صافي غادي يخرجوا غادي نشوفوا باللي عارف غيديوه باش يحققوا معاه. بقاو كيحققوا معاه ولكن هو غيتفكر نهار كان قالت ليه منار عافاك ما تخبرش البوليس بهذا الشيء، راه معنا دراري صغار وماشي في المصلحه ديالنا، عافاك ما تقول حتى شي حاجه تستر على هذا الشيء. هو غيبقى يضحي في راسو في الحبس باش ما يفرش منار ولا يحطها في الخطر. وغيتفكر نهار عيطت له جيداء وقال لها انا راه ما كاينش تما راني غادي بابا الطبيب. وهنا غادي يسكت ويخلي البوليس يدير خدمته ويطير وينزل.